سيدي، أنا وزوجتي مسلمان، وقد جئنا إلى هنا بالخطأ. مسلمان؟ أجل مسلمان، وهذه الأوراق التي تثبت أننا مسلمان. انظر يا سيدي الديانة، مسلم. اطمئنان، سنتحرك الأمر ثانية. ولكن متى يا سيدي؟ قل سنتحرك الأمر ثانية. أي استفسارات أخرى؟ السلام عليكم سيدي، أنا وزوجتي مسلمان، وقد جئنا إلى هنا بالخطأ. وماذا قال لك القائد؟ قال أنه سيتحرى الأمر بنفسه، وهذه الأوراق التي تثبت أننا مسلم. قلت له أنكم مسلمان ولم يوافق. ومن قال إننا مسلمين؟ لا، أنتما مسلمان. ماذا؟ هل ستغير دينك؟ ستلحد؟ يا سيدي مهما حاولت موقفك ضعيف. إنني يهودي. سنموت جميعا يا سيدي. اذهب اذهب يا مسلم. يا مسلم. أجل. أوراق. انظر. لا عليك، معي نسخة الدكتور. هذه آخر فرصة. لن يفعل شيء يا مريم. نعم، هل معه؟ حسنا يا مريم. سيدي، السلام عليكم. سيدي، أنا وزوجتي هندوسيان، نعبد البطل. ألك حكمة في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصباح عذيب وفي الليل إلحاد. من يرى مصائب الناس تهن عليه مصيبته. أرأيت ذلك الإنسان؟ ذلك الملحد الكافر ملحد وكافر وابن عاق وابن كلب. كان يفعل ذلك مع علي. ذكرني ذلك بالماضي. هل تعلم يا تفضل 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 هل تعلم إنني كنت في الماضي عندما كنت أرى أبي يأتي من بعيد كنت وأنا أيضا في الماضي عندما كنت أرى أبي يأتي من قريب كنت يا ملحد. هل تعلم يا بالرغم من أنني أحببتك ولكني أشك في أمرك. لماذا يا هل أنت حقا مسلم؟ والله مسلم، وهذه الأوراق التي تثبت أنني مسلم. انظر الديانة. مسلم، ولكن لماذا لم تظهر هذه الأوراق؟ والله فعلت. في البداية أخبرت الضابط هيلمور وقال أنه سيتحرى الأمر بنفسه. جميل جميل. ثم بعدها أخبرت الضابط ألبرت. عظيم عظيم. كان سرقته تبا له. فكلته سيدي، هل تعلم من يستطيع مساعدتك؟ من؟ إيثان. إيثان؟ كيف؟ لا أعرف، ولكن لا شيء يصعب على الكافر. أحببته. وأنا أيضا. ماذا تعمل؟ في الليل حلاق وفي النهار مدرس. علمي ودين. وأنت ماذا تعمل؟ أنا أعمل في الاستيراد. وفي الليل أصدر ما استوردته. أحببته. وأنا أيضا. هل أنت هنا وحدك؟ كلا، معي زوجتي مريم. مريم يا مريم، أين أنت؟ أين كنت يا مريم؟ ألم أقل لك أن تبقي بجانبي طوال الوقت؟ أنا حر يا أبا، اهدى، أنا حر. حسنا يا حبيبي. زوجتي مريم. مرحبا سيدتي. آسف، زوجتي خجولة بعض الشيء. عذرا سيدتي، أنا رفايل وهذه زوجتي. أين هي؟ تعالي يا مدين. من هذه الجميلة؟ إنها ابنتي ميرا. ميرا؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي. قبيح. أنا أمزح معك يا حبيبتي. استمعوا لي الآن. يجب أن ينام الجميع كي تستطيعوا العمل في الصباح. هيا. ثكلتك أمك.
أعني أنه يجب عليكم أن تساعدوا أنفسكم. ألا ترى ما حولك؟ ألا ترى كل هؤلاء الجنود؟ نحن قليل الحيلة وليس بأيدينا أي شيء. بين أيديكم الكثير، نحن أكثر منهم عدلا. إن اتحدنا وانحلينا بالشجاعة سوف نستطيع. حسنا، ولكن إذا تمردنا وفشلنا ماذا سوف يحدث؟ وماذا سيحدث أكثر مما نحن فيه؟ كلا، هذه مخاطرة كبيرة. ألا يكفي ما فعلوه بنا؟ سيكونون لنا مثل ما فعلوا مع كل من حاول أن يغير أي شيء. لا تصدقوه، نحن هنا ولن نخرج إلا عندما ينتهي العمل. أجل، يحاول أن يرضى بنا ليقتلونا. تفكيروا في الحقيقة، أنا لست ضدكم. أنت كذب. لقد جئت إليكم لأخبركم أنه يجب عليكم أن تثوروا. أنت تريد قتلنا جميعا. الموت قادم لا محالة، ولكن وحدي لن أستطيع أن أفعل أي شيء. نحن لا نصدقك. أنا أصدقك. أجل، يجب أن نتحد سويا حتى نستطيع الخروج من هنا. أنت تريد قتلنا مثل ما قتلت أبيك. أين العائلة المقدسة لكي تخرجوا من هنا؟ أخيرا، الحمد لله، الله أكبر، سنخرج من هنا. هيا يا مريم، سنخرج من هنا الآن. هيا يا مريم. إلى ماذا تنظرين يا مريم؟ ها هم يا سيدي، هذه هي العائلة المسلمة. ما الذي تفعله يا آدم؟ ما الذي تفعله يا آدم؟ لماذا تفعلون ذلك؟ يمكنكم أن تخرجوا. لمن؟ ليس لدينا شيء لنخرج من أجله، ولن تستفيد الحياة شيئا بوجودنا. أتضحين بحياتكم من أجلنا؟ من أجل الحياة، من أجل طفلتنا الجميل، أغلى من كل شيء. قلت له أنك مسلمان ووافق على ذلك. من قال إننا مسلمان؟ لا. هل ستغير دينك؟ ستلحد؟ يا آدم، مهما حاولت موقفك ضعيف. ستموت يا آدم. اذهب، اذهب يا مسلم. في دور آدم محمد طلعت.